نصيحة: اشتري الذهب الآن. ازاي يا عم وانت دايما بتنصحنا ان احنا ما نشتريش الذهب عند قمة، وهو فعلا عند قمة دلوقتي؟ ايوه فعلا كنا بننصح الناس بكده وما زلنا بننصحهم. طب ايه يا عم التفاصيل؟ تعالى بقى في الحلقة ديت نقول لك كل التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وطبعا اللي سمع مقدمة الحلقة هيحتار: ازاي يا عم انت بتقول لنا اشتري الذهب دلوقتي وانت اصلا بتنصحنا طول الفترات اللي فاتت ان احنا ما نشتريش الذهب عند قمة، ودايما بتقول لنا الذهب عند قمة ده وقت بيع الذهب او كل انخفاض بيحصل في الذهب ده وقت شراء. طبعا هقول لحضرتك ما تتلخبطش ولا حاجة. هقول لحضرتك ان احنا في الوقت الحالي بصدد تخفيض الفايدة من البنك المركزي، وكل مصر مستنيه قرار البنك المركزي سواء في الاجتماع اللي جاي او الاجتماع اللي بعده او الاجتماعات خلال 2025. بنسبه كبيره هيحصل تخفيض للفايده من البنك المركزي، وبالتالي اغلب البنوك هتتبع البنك المركزي بعدها وهتخفض الفايده عندها سواء مباشره على الشهادات المتغيره او على حسابات التوفير، وفي بعض البنوك ممكن تخفض على الشهادات الثابته اللي عندها. وبالذات البنك الاهلي وبنك مصر دونا عن البنوك التانية في الاغلب هيتم تخفيض الفايده عندها، وبالذات على الشهادات المرتفعه سواء الشهاده الاستثنائيه لمده سنه 23.5% او 27% بعائد سنوي، او الشهاده الثانيه المتدرجه 30% 25 20، لان دول اعلى شهادتين موجودين في السوق. وبالتالي لو حصل تخفيض للشهادات دي في جزء كبير جدا من البنوك هيخرج يتجه للذهب. ناس كتير طبعا هتروح مباشره ان هي تشتري ذهب، وبالتالي ده ممكن يزود الطلب على الذهب ومباشرة هيقلل المعروض شوية، وبالتالي هيحصل ارتفاع لسعر الذهب أكتر ما هو موجود عالميا. ممكن ساعتها كمان سعر الذهب عالميا يبقى مستقر، لكن عندنا لو حصل الإقبال الشديد ده يزود سعر الذهب عندنا. طبعا هنا هنفصل ما بين نقطة الناس اللي بتفضل الشهادات وعاوزة شهادات وبتحب تستثمر فلوسها في شهادات، او الناس التانية اللي محتاجة عائد شهري ضروري سواء بيساعدها في المعيشة او بتاخده تستثمره في اي حاجة تانية. دي انت نقطتك معروفة، كمل في الشهادات زي ما انت وحاول تستغل الشهادات اللي هي بفايدة عالية قبل ما تتلغي. لكن احنا هنا بنتكلم في نقطة محددة او ناس محددة اللي هي اصلا ما بتحبش الشهادات ومش عاوزة تربط شهادات سواء موجودة دلوقتي بفايدة عالية او ممكن الناس ما تلحقش الشهادات. فبنقول لك ان انت في النقطة دي ممكن تشتري دلوقتي بجزء من فلوسك، وممكن بجزء كبير من فلوسك لو انت مش حابب الشهادات تشتري بجزء ذهب عند السعر اللي موجود دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان هو عند قمة دلوقتي، وسعر الذهب عندنا مثلا في مصر عيار 24 دلوقتي مسجل للشراء 4891 جنيه، للبيع مسجل 4873 جنيه، عيار 21 للشراء 4280 جنيه، للبيع 4265 جنيه، عيار 18 للشراء 3668 جنيه، للبيع 3655 جنيه، سعر الأنصة عالميا 3021 دولار. مرتفع طبعا مرتفع، لكن احنا بنتكلم في نقطة معينة ان ممكن يحصل اقبال شديد على الذهب وبالتالي يرفع سعره اكتر من كده عندنا. وبالتالي احنا بنقول لك انت ممكن تشتري بجزء من فلوسك عند النقطة دي، باعتبار ان هو لو زاد خلال الفترة الجاية يبقى انت اشتريت بجزء كويس جدا من فلوسك. طبعا حتى لو ما حصلش ارتفاع خلال الفترة الجاية انت على الاقل لما تيجي تبيع هتبيع على الاقل بالسعر اللي انت مشتري بيه، ان لم يكن بنسبة كبيرة هتبيع بسعر اعلى من اللي انت مشتري بيه. وطبعا هنرجع للنقطة التانية اللي احنا كنا دايما بنأكد عليها مع ارتفاع الذهب، ان انت لو حتى هتشتري الذهب في اي وقت من الاوقات حتى لو عند قمة، الافضل تستثمر او تحافظ على قيمة فلوسك فيه على المدى المتوسط او المدى الطويل اللي هو 3 سنين 4 سنين. اعتبر نفسك يا سيدي شاري شهادة لمدة 3 سنين اللي هي مثلا الشهادة المتدرجة كده كده مدتها 3 سنين، فانت كنت هتفضل مكمل فيها لمدة ال3 سنين. ممكن تخلي الذهب اقل حاجه لمده 3 سنين. حد هيجي يقول لي لا يا عم انا قافل دماغي وكنت عاوز اشتري الشهاده اللي هي سنويه لمده سنه واحده فقط، فبرضه لو هروح للذهب هبيعه بعد سنه. هقول لك برضه هي يعتبر مجازفه شويه او مش مجازفه، ما بيفضلش في الذهب البيع بعد مثلا 6 شهور او سنه، لكن انت برضو لو جيت تبيع بعد سنه على اعتبار ان انت محتاج الفلوس بعد سنه زي مثلا ما كنت هتربط الشهاده،
برضو ممكن لو جيت تبيع بعد السنه ان شاء الله هتبيع بسعر كويس اعلى من اللي انت مشتري بيه، في ظل التطورات الحاليه والتطورات اللي موجوده في العالم كله والتوترات اللي عاملها ترامب في العالم كله مزوده سعر الذهب. وبالتالي برضو لما تيجي تبيع هتبيع بسعر اعلى من اللي انت مشتري بيه. حتى لو ما بعتش بسعر اعلى من اللي انت مشتري بيه هتبيع بالسعر اللي انت كنت مشتري بيه، وبالتالي هتبقى حافظت في السنه دي على قيمه فلوسك. وده الغرض وده الاهم من الذهب، ان هو يحافظ على قيمه فلوسك. وساعتها بعد السنه ممكن برضو تكون انت مش مضطر للبيع وتلاقي السعر بيزيد اكتر واكتر، وبالتالي تكمل في الذهب. طبعا لو انت هتروح طبعا تشتري ذهب بقى سواء لمده سنه لمده 3 سنين، اي المدد اللي اتكلمنا عليها دي، الافضل طبعا تتجه لشراء السبائك وجنيهات الذهب، لان طبعا المصنعيه بتاعتها قليله جدا، بتتراوح ما بين 40 ل 70 جنيه 80 جنيه. فطبعا كويسه جدا، مصنعيه قليله جدا مقارنه بالمصنعيه بتاعت المشغولات اللي بتتعدى ال 200 جنيه وال 300 جنيه كمان. بل كمان السبائك وجنيهات الذهب اما بتيجي تبيعها في حاله اعاده البيع بتسترد جزء كويس جدا من المصنعيه اللي انت دفعتها. على سبيل المثال مثلا الجنيه الذهب بتشتريه بمصنعيه تقريبا 50 جنيه، واما بتيجي تبيعه بتسترد 22 جنيه على كل جرام. فطبعا افضل بمراحل من ان انت تشتري مشغولات. لكن طبعا لو انت مضطر ان انت تشتري مشغولات سواء مثلا للمدام حابب برضو تحافظ على قيمه فلوسك فيه وفي نفس الوقت المدام تلبسه وتتزين بيه، ممكن برضو تتجه شويه للذهب اللي هو مصنعيته قليله. لو في ذهب جديد مصنعيته قليله كويس جدا، في الاغلب ده ممكن ما تلاقيهوش، هتلاقي المتاح اللي هو بمصنعيه قليله في المشغولات الذهب المستعمل. فتبص برضو للذهب المستعمل اللي هو تبقى حالته كويسه يعتبر جديد، مصنعيته هتبقى قليله، هتلاقيها 30 جنيه و40 جنيه و50 جنيه بالكتير قوي. ده برضو ممكن تتجه ليه وتشتريه، تبقى مصنعيه قليله وفي نفس الوقت شاري مشغولات، وفي نفس الوقت المدام تتزين بيه، وبرضه في نفس الوقت تحافظ على قيمه فلوسك فيه. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.